صباح الفل. عندكم دلوقتي الساعة 1 في مصر. احنا وصلنا الامارات ولسه واصلين ابو ظبي. يعني عايز اقول لكم بقى ايه، انا جيت اول حاجة طبعا جيت عشان طبعا استاخد العربية بتاعتي، علشان احنا طبعا هنعمل رحلة الرجوع من دولة الامارات لمصر الحبيبة بالسيارة الكهربائية. فنفس رحلة الرجوع اللي احنا رجينا بيها من مصر للامارات هنعملها واحنا راجعين من الامارات لمصر. بس الرحله اللي هنعملها النهارده الايام اللي احنا 3 4 ايام اللي احنا قاعدينهم في الامارات هنا، الرحله دي هتبقى مختلفه عن رحله الرجوع اللي احنا جينا، الذهاب اللي احنا جينا بيها من مصر. بس انا في حاجه موتراني قوي ومحدش يسالني جه ازاي هنا. انا هنا في مكان، انا هنا في الامارات، جيت ازاي يا ابن الحلال معرفش. واقف بسم الله ما شاء الله وسط وحوش. هتبسط لو كهربا، بس هو غالبا مش كهربا. استنوا كده، كهربا لا ده بنزين، لان هنا في تانك اهو. بصوا واقف هنا بيعمل ايه معرفش، بس ده ابن ناس، يعني ده لونه احمر وابن ناس وبتاع وبجاج وبتاع، واقف وسط وحوش. احنا لسه واصلين طبعا عند فيفينو. الناس اللي متابعانا جديد، احنا سايبين العربيه في ابو ظبي هنا عند مركز فيفينو. مركز طبعا من المراكز اللي هي بتعمل اي حاجه في العربيه سواء كهرباء او بنزين. عنايه يعني. الباترول طبعا اهي. بصوا انا جيت على بسم الله ما شاء الله واقفه وسط وحوش. الطوارئ الجديده اهي، الباترول اهي واقفه وسط وحوش. طبعا احنا جينا بلد البنزين وبلد التعفير في الصحراء. بصوا انتيكا بسم الله ما شاء الله. بصوا بقى القمر بتاعنا واقف فين. طبعا صديق الرحله المره دي وليد عباس، الحاج وليد هيرجع معانا. حب يجازف، قال لي انا طالع معاك وهرجع معاك من الامارات بالعربيه الكهرباء. ف نوصل بالسلامه يا باشا. انا مش شايف لايكات وقلوب. هعمل لكم رحله جديده من نوعها. الصوت حلو يا باشا، الصوت حلو. لو الصوت حلو والصوره حلوه بنحبك يا توني، بنحبك يا توني. احنا الاموره بتاعتنا اهي متلمعه ومتروقه وراكنه وسط وحوش. بص راكنه، بص فاتح بابها ومروق علينا. بس احنا برضو ما جيناش بصينا على اي حاجه، احنا جينا بصينا على دي. طبعا يعني عايز اقول لكم الناس هنا كل يوم يوميا تتمسح وتتروق. انا راكب العربيه كانها جديده، كنت فاكر العربيه ماشيه 20,000، طلعت العربيه ماشيه 14,000. دي يا جماعه البي واي دي سترونج ال الاكسلنس اللي معايا الفئه الرابعه. الصوت واضح ولا انا بكلم نفسي؟ انا بكلم نفسي. لو الصوت واضح والصوره واضحه بنحبك يا توني، مش عايز حاجه تاني. او الحمد لله على السلامه يا توني. عاملين لكم رحله. احنا ركبنا بالعربيه، ركبنا العباره وركبنا الطياره لما جينا الامارات، لكن اللي انت تركب حاجه جديده بالعربيه دي محدش عملها. في مفاجاه في رحله الرجوع ان شاء الله من الامارات. احنا هنرجع الامارات، بس احنا مش هنعدي على قطر ولا البحرين ولا الحاجات دي كلها. احنا هنعدي على قطر، هنعدي سوري، نطلع من الامارات على السعوديه. هنقعد 3 ايام في الرياض، لان احنا ما رحناش الرياض خالص بالعربيه الكهرباء. هنقعد 3 ايام في الرياض، ومن الرياض هنتحرك على الاردن، ومن الاردن على مصر. الصوت واضح؟ بنحبك يا توني. مش شايف بنحبك يا توني. الفيسبوك ماله مش عارف. فاحنا ان شاء الله هنبتدي. احنا عندنا معرض اوتو ميكانيكا، عندنا دعوه فيه. هنقعد ال3 ايام 10 و11 و12 في دبي. هنحضر المعرض بتاع اوتو ميكانيكا ونشوف لكم الاخبار الجديده ايه والتكنولوجي وصلت لايه. وهنبتدي. اقسم بالله بحبها يعني، من العربيات اللي غاليه عليا. حطينا طبعا الشنط بتاعتنا. اوريكم حاجه بقى، اوريكم حاجه. دي السونج ال يا جماعه. الناس اللي بتسال دلوقتي، السونج ال اللي بتمشي 662 كيلو الاكسلنس، دي الفئه الرابعه. دي اللي احنا بنرشحها في الشراء، لان دي كامله كل حاجه، ناقص تقول لك بابا وماما. طبعا يعني الخامات دي، انا لما ركبت عربيه، يعني ركبت عربيات كتير، الخامات ده يا جماعه مش هنلاقيها في عربيات بفلوس كتير غاليه. بصوا هنا، ده كله جلد طبيعي. كراسي كلها تسخين وتبريد، مساج، كل حاجه نفسك فيها يا ابو الصحاب. تتدلع. شاحن وايرلس 50 واط، شاشه 15.5 انش. العربيه انا كنت راجع بيها بالمناسبه بقى. الناس اللي سالت اللي هي تركن العربيه فتره طويله عادي ولا لا، بصوا العربيه انا كنت راجع لما الرحله اللي فاتت
كانت العربيه فيها ال 120 118 كيلو. هنزل لكم الصوره اللي كنت مصورها بالتاريخ وانا بسلم العربيه هنا في المركز. تمام. رجعت لقيت العربيه 118 كيلو 18%. نفس العداد ونفس المسافه اللي كانت موجوده في العربيه هي بالظبط موجوده في العربيه الكهرباء لما جينا استلمناها. فما الناس العربيه بقى لها 3 شهور ونص مركونه، يعني ما حدش دورها، ما فيش حد دور العربيه، فركنتها 3 شهور ونص دي عادي. عايز اوريكم حاجه بقى، محدش تريق على الشنطه عشان ايه، احنا رحاله. هتلاقي هنا ادابترات وهتلاقي شديمو وهتلاقي كل حاجه. انا عايز بس اوريكم حاجه. طبعا انا جايب ده معايا من مصر، ده الادابتور بتاع شركتنا في الامارات، وواخد النسخه الماستر كوبي بتاعت احمد الطاهري. انا معايا نسخه في البيت بس يعني نسيت اجيبها، فاحمد لحقني الصبح في المطار واداني النسخه بتاعته دي اللي معموله الادابتور بتاع زيرو كربون اللي احنا عاملينه بتاع شركتنا هنا في الامارات. طبعا هيبقى صديقنا في الرحله من الامارات لحد مصر. فبنشكر طبعا مستر احمد الطاهر ان هو ادانا الماستر كوبي بتاعه. تمام. طبعا هنا الادابتور ده اتجرب على محطات مصر كلها وعلى شركات مصر كلها، مواصفات اوروبيه ده يا جماعه، مواصفات اوروبيه. فاحنا ان شاء الله رحلتنا هتبقى من الامارات، بتبتدي من دبي ان شاء الله يوم 14 او يوم 13، لان احنا حاجزين حاجه هنركبها من السعوديه محدش صورها، ولسه الحاجه دي لسه السعوديه اعلنت عنها يوم 1/12 اللي احنا فيه ده وابتدى يشتغل. فادعوا لنا نوصل بالسلامه وقولوا لنا الحمد لله على السلامه، وبنحبك يا توني كتير، لان رحله الرجوع مختلفه. طبعا هنرجع السونج ال، وهنرجع ان شاء الله بعد كده بالزيكر 001 1000 كيلو احنا اشتريناها. نحب طبعا نشكر شركه او مركز فيفينو على حسن الاستقبال، لان العربيه بقى عم داخله في 4 شهور عندهم. قولوا لنا بقى عايزين نصور ايه وعايزين تعرفوا ايه، اكتبوا لي في الكومنت في الفيديو ده نفسكم نعمل ايه في رحله الرجوع من الامارات لمصر بالعربيه الكهرباء. بس كده، مش عايزين حاجه منكم غير الحمد لله على السلامه وبنحبك يا توني. نشوفكم على خير، السلام عليكم. محطات الشحن طبعا هصورها وكل حاجه هصورها. بحبك يا توني فين؟ مش شايف قلوب ولايكات؟ انتوا يا جماعه ايه في ايه؟ احنا راجعين مصر بالعربيه. الناس اللي هتسال بي واي دي سونج ال اكسلنس الفئه الرابعه، فانت لو بتشتري اشتري الفئه الرابعه الاكسلنس 662 كيلو. تمام. تابعوا بقى الاستوريات الايام الجايه، عشان دلوقتي رايحين نشحن العربيه هنفولها في جزيره ياس، وبعد كده نطلع ان شاء الله على دبي. فاحنا دلوقتي في ابو ظبي. مسا على الناس الكويسه، ومهما عملتوا مش هضعف. تفتحي البيبان طياره مش هضعف، او هضعف شويه يعني. السلام عليكم.